بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخوات حبايبي في الله، يا رب تكونوا بخير وصحة وعافية. هنعمل بعض دلوقتي عصير المانجا. مسكنا المانجا قطعناه في درق بتاع الخلاط كده. زي ما انتوا شايفين بقشرها كده، بقشرها اهي. لازم تكون بقشرها كده. دي انا جايباها من محل عصير، الوصفة دي من محل عصير. مش بقول الكلام ده علشان انا بعمل فيديو، لا ده حقيقة. القشر ده طبعا احنا بنصفيه، ما بيبقالوش اثر. والدرق دي بتاع الشفشق بتاعنا ده رتل ونص، يعني نحط له مع المانجايه، محطوط له مانجايه كبيره وكيسين فروتي مانجا، بيديله نكهه رهيبه وطعم وشكل مع الايه، مع المانجا الطبيعيه، ما تتوصفش على الجمال بتاعها. طبعا احنا حطينا كده الفروتي وحطينا المانجا متقطعه. هنحط السكر بتاعنا، ريحتها ما شاء الله. دولت بقى للدور. بسم الله الرحمن الرحيم. نحط الميه بقى بتاعتنا بقى زي ما احنا عايزين، بس ما بنملاش الدرق عشان بس ما ترطش بره. بسم الله الرحمن الرحيم. ما قلتلكوش بقى التكه بتاع القشر بنحطها، بقول لك القشر ده بيعمل عرق او بيخلي عرق للعصير، وبيخلي له ايه، تقيل، بيخليه زي التقيل كده، زي ما يكون تقيل كده، مش مجرد ميه. كده هنجيب الدور التاني بقى. والقشر اهوت. طبعا بنبقى غاسلين المانجا كويس جدا. انا لسه محطناش بقيه السكر. الميه بتاعتنا كل حاجه قدامكم اهي. كيسين فروتي. الدرق دوت رتل ونص او رتل، يعني كبير، مش رتل واحد. والسكر تبع اللي ما انتوا بتحطوا ده بقى، كل واحد تبع ما سكر عايزين بيحطوا، اللي بيحطوا سكر خفيف بيحطوا، كل اللي عايز حاجه تبع الذوق بتاعكم. كده
شايفين التقل بتاعها. شايفين ده؟ انا هاخد الحاجات دي احطها في الزرع. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين اهو، شايفين ده المنجتين دول منجتين. عامل شفشقين اتنين ب3 رتل كده. 3 رتل ايه، 3 رتل، اكتر من 3 رتل عصير. وشوف التقل بتاعه اهو. شايفين له اثر، شايفين القشر له اثر اهو. بس بيعمل العرق ده بقى، هو اللي بيعمل التقل ده والعرق ده. وبنحط بقى اللي هي الفروت ده زي النكهه كده، زي ما يكون نكهه كده في تديله نكهه وتديله طعم فوق الرائح كمان. طبعا الواحد لو عنده بقى حته مانجاه كده، وادي ايه نهايه العصير بتاعنا على تقله وعلى جماله. بسم الله. رائع والله العظيم، رائع. وسكره مظبوط وحلو، على اساس احنا بنحب سكره واطي شويه يعني مش مسكر. وكده يبقى نهايه الفيديو بتاعنا. ما تنسوش لايك للفيديو واشتراك للقناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.